200 جد بقى بعيد عن الهزار والضحك. النهارده كان في فريقين في الملعب بيمتلكوا الارث الاكبر في دوري ابطال اوروبا، بس في فريق واحد هو اللي كان بيلعب باحترام لتاريخه، فريق واحد هو اللي كان بيلعب بتقدير لجمهوره، فريق واحد هو اللي كان بيلعب وعنده رغبه حقيقيه ان هو عايز يحقق المكسب، وهو فريق الميلان. فريق الميلان اللي يستحق كل تحيه واحترام وتقدير سواء للمدير الفني او اللعيبه على الاداء العظيم اللي قدموه في الملعب، على الروح الكبيره اللي لعبوا بيها، وعلى الشغل العظيم اللي اتعمل على مستوى الافكار اللي رغم بساطتها قدرت ان هي تؤدي للهدف. بينما ريال مدريد الناحيه الثانيه كل يوم في سؤال بقى بيطرح نفسه، وهو سؤال ما بقاش هزار ولا سف ولا ترول. هو فعلا ايه هي التدريبات اللي بياخدوا عليها لعيبه ريال مدريد، او ايه هو النمط اللي بيتدربوا عليه عشان يقدروا ان هم يوصلوا لاي حاجه؟ وهل اصلا في نمط او في اي حاجه الفريق ده بيخضع لها في التدريبات من الاساس ولا لا؟ لان المنظر اللي احنا بنتفرج عليه في الملعب بيؤكد ان اللعيبه دي كل ماتش بتنزل وكانها حرفيا اول مره بتتعرف على بعض جوه الملعب، واول مره تشوف بعض جوه الملعب. فالحقيقه ده واحد من التساؤلات المطروحه بالنسبه لي. يعني انا شخصيا اتمنى ان مسؤولين ريال مدريد يردوا علينا ويقولوا لنا هل في حد بيدرب الفرقه فعلا ولا لا. وثانيا ده طلب مهم، معلش يعني عشان خاطري بكرر للمره المليون، افتحوا السقف بس عشان ريحه تكتيكات كارلو انشيلوتي عمتنا تحت، وخش على الستوري هنا وتعالى على اليوتيوب بقى نكمل حكاوي.